السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كما صليت على آل سيدنا محمد. بسم الله على بركة الله. غندوز لكم واحد البريوش. بسم الله على بركة الله. عندنا الكاس ديال الحليب ديال الكاس العلبة دافي، وعندنا الكاس ديال الماء دافي ما عامرش، هانتوما كيتيبان لكم، وعندنا المعلقة ديال الخميرة فورية، معلقة كبيرة، وعندنا سكر حبيبات المعلقة الأولى والمعلقة الثانية، نديرو 3 المعالق. وعندنا هنا واحد المعلقة صغيرة ديال الخل، وعندنا راس معلقة ديال الملحة، وعندنا هنا شويه القشرة ديال الليمون والحامض. وغادي نحركو هاد المقادير باش ينسجموا لينا. باش ندوبوا هذيك الخميره. بعد ما تنحركوا هذا الخليط مزيان، تنحيدوا الصفر البيضه، تنخليوه حتى ندهنوا به، وتنديروا هذاك البيض وتنديروا هذاك 4 كاس ديال الزيت. الا ما كايناش الزيت ديروا الزبده، ذوبوا الزبده. عندنا هنا واحد الخماره ديال 8 غرام، وغادي نحركوا هاد المقادير مزيان. وعندنا هنا نص كيلو ديال الطحين، غنبقى نديرو غير النص بالنص، هذاك الشيء على حسب الطحين ديالكم شحال غيدخل لكم. هذا نص كيلو بالعبر اللي درت انا، هانتوما يكون طحين ممتاز ديال باش تنصاوبوا الحلاوي. غنخدموا بريوش ديالنا حتى ندخلوا هذاك نص كيلو ديال الطحين كامل، عاد نديروا يدينا الا بغينا. هانتوما تاخذ لكم هذا البريوش تاخذ لكم نص كيلو كامله. هانتوما الطحين ديالنا منين العجينه ديالنا من تنعجنوها تنخليوها مرخفه شويه، تتلصق لينا شويه في اليدين، ماشي قاصحه ماشي جاريه. دابا غادي نخليوها نغطيوها بواحد البلاستيك ونخليوها حتى تخمر ونولي لكم. بعد ما تيخمر لينا البريوش ديالنا هانتوما كي تشوفوا تنخرجوا منه داك الهواء ونحطوه بلاصه العمل باش غنقسموه ندهنوا على فين غنخدموا. ديروا على حسب الاشخاص، هانتوما بحال هكا، واللي بغى يعبرهم اللي عنده الميزان يعبرهم، اللي ما عندوش باش يجمع شويه راسو. بعد ما تنقرصوهم كاملين تنجيبوا الشوكولات ديال الدهن، ولا بغيتو ديروا حتى المرصيه ديال الشوكولات هانتوما، وبقى تعمروا بحال هكا. وغادي نسدوهم بحال هكا، حنا غاديين وحنا تنسدو. هانتوما تتقرصوا حتى تساليو باش ما يخرج ليناش هذاك الشوكولات بحال هكا. هانتوما كتبان لكم. ودابا غادي نديروها في القصديره ونعاود معكم واحده اخرى. ما تنديروش الطحين باش ما يجيوناش مقرصين، هانتوما بحال هكا. وغادي نجيبوا الشوكولاته غنديروها في الوسط باش ما نسدو عليها ما تخرج. ونعاود معكم واحده
باش ما نضرق ليكمش. هانتوما بحال هكا وانتوما غاديين نتوما تتقرصوا. هانتوما غادي نستمر هكا كنديروا الشوكولات وغادي نسدو بحال هكا. حنا غاديين البريوش ديالنا تبارك الله. هانتوما بعد ما تنساليوهم تنغطيوهم بالبلاستيكه مع دابا الحال تيكون شويه بارد وشي مانطو باش يخمروا لينا دغيا. هانتوما بحال هكا وخليوهم حتى يخمروا عاد نولي لكم. بعد ما تنشعلوا شويه الفران ونطفيوه ونخشيوهم في الفران وتنغطيوهم. هانتوما دغيا تيخمروا لينا بالسهوله حيت مع الحال تيكون بارد. هادو من اللحيه اللي غادي ديروا ليهم الصراحه. دابا غادي ندهنوهم بالبيض وشويه د الحليب وشويه ديال الخل باش ما يخليش هذيك السفوريه ديال البيض. بسم الله على بركه الله. غير شويه باش ما تبركوش فيهم يهبطوا. غنستمر هكا حتى نسالي. وهنا تيبقى لكم الاختيار، بغيتو دهنوه ترشوهم دابا باللوز، اللوز اللي تنحكو بحال هكا هانتوما، ولا تخليوهم حتى يطيبوا ودهنوهم بالمربى ولا بالشوكولات وتزينوهم باللي بغيتو. هانتوما انا غادي نزينهم بشويه ديال اللوز اللي حكوه في الحكاكه باش تيعطيكم هاد اللون ديالو زويون للتزيين. هانتوما تبارك الله راه تيجي زويون بحال شكل الكوك بالقشره، حكوه بالقشره بكلشي. شي حاجه صحيه الصراحه وتتجي يعني نفس الوقت اقتصاديه. فاش يطيبوا غادي نزينوهم ان شاء الله بالشوكولا. والفرن تنشعلو عليه يكون سخون. هذا هو بريوش ديالنا. من تنحيدوه سخون تنرشوه بشويه ديال السكر كلاصي. انتما ما حتى يكون باقي سخون وتيبقى تزين. تيبقى لكم الاختيار اللي بغى يدير ليه السكر كلاصي بحال هكا مع اللوز تيكون باقي سخون. وهذا هو الشكل النهائي ديال البريوش ديالنا. هانتوما شفتوا كي تيجي تبارك الله راه تيجي رطاب. هانتوما كي تتشوفوا هانتوما تبركوا فيه وتيهبط. نحل لكم حتى في الوسط شوف كي تيجي. بسم الله على بركه الله. شتي تبارك الله كي تيجي. نقربوا لكم الكاميرا. هانتوما شتي تبارك الله ما شاء الله. جربوه راه تيجي زوين ما شاء الله. الى عجبكم بارطاجيوه مع الاصدقاء والاحباب وخلي لي الكومونتيرات ديالكم الزويونين. وشكرا على المتابعه وشكرا على التعاليق ديالكم الزويونين. والى اللقاء حتى الفيديو القادم ان شاء الله بحول الله.